يحسدك حتى على الفقر اللي راك فيه، تضحك يحسدك. كثيرا من الأخوة يأتون إلي وبعد تشخيص الحالة نقول لهم عندكم عين وحسد. يقول لي الشيخ عين وحسد، أنا ما عندي والو، عليه يحسدوني؟ كيف ما عندك والو يا أخي؟ تضحك يحسدك. يشوفك واقف يحسدك، ما تشتكيش يحسدك، يسيبك انت والزوجة نتاعك والأولاد تاعك ما عندكمش مشاكل يحسدك. يحسدك حتى على الفقر اللي راك فيه، يحسدك حتى على المشاكل اللي كانوا عندك مشاكل، يحسدك حتى على المشاكل اللي راك فيهم، يحسدك حتى على الصبر اللي راك صابرو، يحسدك الوقفة اللي توقفها هذيك وانت ما عندكش يحسدك فيها، يحسدك حتى على السروال المقطع اللي راك تخيطو وترقعو يحسدك عليه، يحسدك على الخبز والماء اللي راك تشرب فيه يحسدك، يحسدك حتى على وليدك يقرا مليح وليدو ما يقراش مليح يحسدك، يحسدك وقت عندك الذكور وعنده الإناث يحسدك، عنده تيغوان وعندك إيركات يحسدك على الإيركات، يحسدك على الزوجة نتاعك، يحسدك أنك تخدم وتنبر وتجيبها مصباح لليل باه تجيب 70,000، يحسدك على 70، هو يدخل 10 بصح يشوف لك في 70 نتاعك يحسدك. ما تقولش ما عنديش والو، ما عندي والو. هو بالنسبة لي هذا الحسود عندك كلش، بالنسبة لي هو اللي ما عنده والو، ولو أنه يملك مال قارون تبان له هو ما عنده والو وانت عندك كلش. هنا فارغ من الداخلين، فارغين في قلبهم فارغين. احنا مثلا ما نشوفوش انه الناس واش عندهم، وعاطي الله صح هو لا مرضى القلوب هذو هما يحسدك على كلش، فصحة لسانك يحسدك عليها، شعرك عليها كحل هو شعره ابيض يحسدك عليها، يحسدك. ما تزيدوش تقولوا ما عندنا والو، بالنسبة لي الحاسد عندك كلش. فهمت اخوتي؟ ما تزيدش تقول ما عندي والو. مع تحية الشيخ الراقي أبو تقي الله الجزائر.